بيتدخل ان هم نفسهم دلوقتي بيقول لك ايه هو ما بيتدخلش ليه؟ نفس المجموعه اللي قاعده تقول لك ايه اوباما يمشي اوباما يمشي، نفس المجموعه دلوقتي اللي قال لك ايه هتمشي اوباما ليه؟ بص يالا انت ولا انا وجعاني يالا، اقسم بالله ما عندي الا الجزمه القديمه، طليان وزفت طين امريكان ومختلط زفت الهباب على دماغهم، انتوا مجموعه مرتشين خلاص. ده نفس اوباما اللي انتوا قعدتوا برضه تهاجموه، هو اوباما اللي زهق منكم انتوا على فكره عايز يمشي. اوباما انت مصمم تمشي؟ اتفضل انت بقى خاطب جماهيرك. الصايعه السفله، انا مش معقول كل اسبوع همشي لاعب. بدانا بمحمود علاء، زكريا الوردي، اوباما، وانا حذرت، انا عمال بقالي شهرين بقول اوباما داخلين على سامسون. لا ده مش جمهور الزمالك، جمهور الزمالك جمهور محترم، لانه ما فيش جمهور في العالم بيحاسب ثانيه بثانيه ودقيقه بدقيقه وماتش بماتش وشوط بشوط وبطوله ببطوله، لا مفيش الكلام ده، واحنا مش تحت التقييم من حد. واللي مش عاجبه يشرب من اي خراره. على موضوع عبد الله السعيد، يمكن الناس شافت ان الموضوع هدي، كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات ان الموضوع هدي، يمكن سالت شويه حاولت اعرف ايه السبب. اللي انا عرفته ان سبب التوقف هي مباراه الفرقتين المقرر ليها بكره في نصف نهائي كاس مصر. يمكن اداره الزمالك شايفه انه من اجل الفري بلاي او من اجل العلاقات ما بين الناديين هي مش حابه تدخل في مفاوضات بخصوص عبد الله السعيد، لكن من المنتظر ان بعد نهايه المباراه هيتم الحديث مره اخرى في موضوع عبد الله السعيد، خصوصا ان مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شايف ان هي صفقه جماهيريه كبيره وان اللاعب اضافه، خصوصا انه في الوقت الحالي انه عبد الله عنده رغبه انه يختم مشواره مع نادي الزمالك وكل الامور منتهيه، ناقص بس الاتفاق مع اداره بيراميدز، لكن اللاعب اتفق على فلوسه واتفق على مده العقد بتاعته اللي هي سنه ونص. يمكن في كلام بيتقال انه ممكن يبقى في حد من اداره بيراميدز تيجي من الامارات فيتم عقد جلسه وانهاء الموضوع، كل ده لسه ما اتاكدش، لكن الزمالك حتى الان قرر انه يكمل في موضوع عبد الله السعيد حتى نهايه فتره الانتقالات. ده البسط في نفس مش لمة انتون على تنتن، واحد نتن والتاني انتن، يا رب الاتنين يتغلبوا.